بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بحضراتكم في ملعب السير، وتحياتي لكل المتابعين. النهارده عندنا مباراه كل الجماهير وكل محبي وعاشقي كره القدم في كل مكان بينتظروها، مباراه نهائي الاحلام، نهائي كاس العالم للانديه. مواجهه قويه جدا، ومواجهه هتكون في منتهى المتعه والاثاره. مباراه تشيلسي الانجليزي بقياده المدير الفني انزو ماريسكا في مواجهه باريس سان جيرمان بقياده المدير الفني المتميز لويس انريكي. يا ترى مين اللي هيفوز في المباراه دي؟ باريس سان جيرمان على موعد مع المجد والتاريخ. الفوز بالنهائي ده هيكون بيكلل مجهودهم بالنسبه البطولات اللي حققوها. يا ترى هل المدير الفني لويس انريكي هيكون قد التحدي وهيقدر يدير المباراه ويقدر يحقق انتصار؟ ده اللي هنتابعه النهارده ان شاء الله من خلال حلقتنا ومن خلال تحليلنا. ولكن قبل ما نبتدي نتكلم في اي حاجه، كله يعمل فولو لصفحتنا على الفيسبوك، وكل يفعل اشتراك على قناتنا على اليوتيوب عشان يوصل لكم كل جديد اول باول من ملعب السير. في البدايه خلونا نتكلم عن احصائيات الفرقتين بالنسبه لمسارهم في المونديال. باريس سان جيرمان فاز في 5 مباريات وخسر مباراه وحيده كانت امام بوتافوجو البرازيلي. احرز 16 هدف واستقبل هدف وحيد، على العكس من فريق تشيلسي الانجليزي فاز ب5 مباريات وخسر مباراه وحيده ايضا، ولكن احرز 14 هدف واستقبل 5 اهداف. انزو ماريسكا بيعتمد على الواقعيه والتوازن، وبيقدر يضرب المنافسين في نقطه ضعفهم، وهي دي نقطه قوه المدير الفني انزو ماريسكا. ولكن الامور هتكون متوقفه على اختيار العناصر بالنسبه للتشكيل اللي هيقدر يواجه بيه باريس سان جيرمان، لانه الحقيقه نقطه ضعف تشيلسي الانجليزي في خط دفاعه، فعلشان كده دايما بيميل انه يلعب باسلوب دفاعي ويعتمد على التكتلات الدفاعيه الصلبه، على العكس من اسلوب لويس انريكي اللي بيعتمد على المغامره وبيعتمد على الشراسه والقوه والضغط العالي. فالاثنين المدرسه مختلفه، فعلشان كده بقول لحضراتكم النهائي ده هيكون متميز، ولكن زي ما قلت لحضراتكم هتكون متوقفه على العناصر اللي هيختارها انزو ماريسكا. تشيلسي الانجليزي خط دفاعه فيه مشكله كبيره جدا، وخاصه الاثنين السنتر باكات قلب الدفاع. مهم جدا ان الاثنين السنتر باكات يختار عناصر متميزه جدا. وبالنسبه للاثنين اللي في منطقه وسط المدافع، انا شايف ان لافيا وكاسيدو مهمين جدا جدا في المباراه دي. لازم يكون عندك اثنين قويه جسمانيا ويكون عندهم استخلاص الكره بشكل قوي جدا، وفي نفس الوقت ما ينفعش ان انا اخلي باريس سان جيرمان هو اللي يتحكم في مسار المباراه، بمعنى ان انا احاول ادخل معاه في صراع ان انا استحوذ على الكوره وان انا اسيطر على منطقه وسط الملعب، لان لو دخلت المعركه دي هتكون خسرانه بالنسبه لانزو ماريسكا، لان هو عنده عناصر متميزه جدا ومهاريه عاليه، سواء اشرف حكيمي او عثمان ديمبلي وخفيتش خفرت سخيليا. فبالتالي تحاول تدير المباراه على فترات وعلى جزئيات، خاصه في اول ربع ساعه من البدايه، ان انت اللي يكون ليك القياده، ان انت تحاول انت اللي تعمل ضغط عالي عليهم، وتحاول ان انت تسبب لهم نوع من انواع الخطوره، وفي نفس الوقت تكسب حماسه البدايه. قدرت ان انت تحرز هدف تمام، ما قدرتش تحرز هدف قدرت ان انت تعبر عن شخصيتك من بدايه المباراه. النقطه الثانيه تهدي رتم وايقاع المباراه، تحاول ان انت تقفل وتضيق المساحات على فريق باريس سان جيرمان. فبالتالي انزو ماريسكا عليه عامل كبير جدا. انزو ماريسكا هيكون هو اللي في ايده تحديد مسار المباراه بالنسبه للعناصر اللي هيختارها وبالنسبه للتشكيل اللي هيلعب بيه. ولكن مباراه هتكون جميله جدا، مباراه هتكون قويه بتعبر عن نهائي كاس العالم للانديه، مباراه هتكون خططيه وهيكون فيها شغل عالي جدا، وهيكون فيها تفاصيل صغيره هي اللي هتفرق بشكل كبير جدا في تحديد نتيجه المباراه. بالنسبه للارقام والاحصائيات وبالنسبه لمسار البطوله، طبعا باريس سان جيرمان، ولكن على ارض الواقع زي ما قلت لحضراتكم، هل يا ترى انزو ماريسكا هيكون له الكلمه وهيعبر عن شخصيه مختلفه لفريق تشيلسي في المباراه دي؟ هو ده اللي هننتظره وهنتابعه من خلال المباراه. للاسف وصلنا لنهايه حلقتنا، ولكن انتظرونا الفتره اللي جايه ان شاء الله هنكون معاكم اول باول، وهنتابع مع حضراتكم الاحداث المحليه والعالميه، وزي ما عودناكم دايما التميز والرياده معانا في ملعب السير. بشكركم جدا والى اللقاء.